الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين اللهم كما لطفت بعظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت بما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيديك اجعلنا في كل هم وغم أصبحنا فيه فرجا ومخرجا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته لأن العزة كل العزة في طاعة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إخوة الحق والإيمان كثيرا ما سمعنا على المنابر تقوى الله وتقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الأولين والآخرين من الله جل جلاله يقول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله تقوى الله هي بطاقة رابحة في الدنيا والآخرة الذي أعطاه الله تبارك وتعالى وأدخل في قلبه لأن التقوى من أفعال القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره إنما تكون جميع أعماله صالحة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما نتيجة التقوى وقول سديد يصلح لكم أعمالكم هذه الأعمال تكون أعمال دنيوية وأعمال أخروية الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما معنى التقوى؟ هناك أقوال كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة في معنى التقوى وأبرز قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أولا مخافة الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الخوف قائد للنفس إلى طريق الخيرات العلم قائد للنفس إلى طريق الخيرات والخوف سائق لها وهي بين ذلك جهود تميل إلى المخالفات فراعيها بسياسة العلم وسقها بصوت الخوف يتم لك ما تريد يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة والعمل بالتنزيل العمل بكتاب الله هي النقطة الثانية من تقوى الله عز وجل نزل جبريل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنها ستكون فتنة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما المخرج منها يا جبريل؟ قال: كتاب الله. كتاب الله مخرج من جميع الفتن. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، فمن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين. كلام الله رب العالمين، كلام رب العالمين، القرآن الكريم منه نزل بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. كلام رب العالمين أن نطبق على حياتنا. انظر هذا السحابي يقول الصحابة: انظر إلى فلان، ماذا أصبح قرآنا يمشي على الأرض. واحد رجل لكن هو أصبح قرآن يمشي على الأرض، ما من آية في القرآن إلا وجد في داخله وفي حياته وفي صفاته. تطبيق كلام رب العالمين في حياتنا الأسرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. يتكلم القرآن في جميع مجالات الحياة، هو دستور الأمة. ولكن اليهود والنصارى، أخبرنا في القرآن الكريم ربنا جل وعلا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي الله بالفتح والأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من تقوى الله تبارك وتعالى أن نطبق كلام ربنا جل جلاله في حياتنا. النقطة الثالثة: أولا الخوف من الجليل، ثانيا العمل بالتنزيل، ثالثا القناعة بالقليل. القناعة كنز لا يفنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قناعة. وأسباب القناعة يخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالوصية: تريد أن تكون قانعا؟ خذ هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، فحري ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن فضائل القناعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلى راحة البدن عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة. أفادتنا القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بدانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، لأن العزة كل العزة في طاعة الله. وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخوة الحق والإيمان، اعلموا أن هذه الدنيا هي دار الممر، وأن الآخرة هي دار المقر، فتزودوا ليمركم لمقركم، وتأهبوا لربكم على عرضكم، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوى الله هي المنجية من عذاب الله ومن عذاب جسر جهنم. هذا وعد من الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصفة الرابعة من معاني تقوى الله تبارك وتعالى الاستعداد ليوم الرحيل، ذلك السفر
ولا بد لكل حي أن يصافره، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عالما جاهلا، فقيرا تاجرا، رجل امرأة، قضايا كلية موجبة. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو فما بعده أشد. استعدوا للقاء الله ما ينفعكم أمام الله يوم القيامة، إذ يناديك الملك بكلامه العظيم: يا فلان ابن فلان، فهو تخطفك الملائكة وتغيبك على نور عرش الله، ويناديك الملك بكلام العظيم: ادن مني يا ابن آدم، يعرضك على نعمه الذي أنعم عليك ويسألك عن شكره، نعمة البصر، نعمة القوة، نعمة الصحة، ألم نصح جسمك ونسقيك من الماء البارد. في الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى ابن آدم مثل البدج ولد الضأن ترتعد فرائسه أمام ربه سبحانه وتعالى. هناك هول شديد أمام الله، علينا الاستعداد من هذه الأوقات التي أعطانا الله تبارك وتعالى. الوقت الثمين الذي أعطاك الله لا تفلته، لا بد أن تستفيد. ساعات ليلك والنهار كليهما رسل إليك وهن يسرن الخطى، إننا لنفرح بالأيام نخضعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. علينا أن نكتسب في هذه الحياة العجيبة التي أعطانا الله تبارك وتعالى تقوى الله، صفات المتقين، تأخذ من هذه الدنيا. لا بد أن تظهر منك وأنت في الدنيا علامات المتقين، تفوز في الدنيا والآخرة. صفات الذين منطقهم الصواب، ملبسهم الاغتسال، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، أوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، قلوبهم محزونة، شرورهم مأمونة، أجسادهم نحيفة، أنفسهم عفيفة، صبروا أياما قليلة فأعقبهم راحة طويلة، لولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى ربهم، عظم الخالق في قلوبهم فصغروا ما دونه في أعينهم، أما الليل فصافون أقدامهم أمام رب العالمين، يرتلون أجزاء القرآن ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها رحمة سألوا الله نعمته، وإذا مروا بآية فيها عذاب ظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، وسألوا الله تبارك وتعالى فكاك رقابهم. أما النهار فعلماء حلماء أبرياء أتقياء أبرار، أي قد براهم الخوف إن حفهم، فينظرهم الناظر فيحسبهم مرضى، ثم القوم مرضى لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، وإذا زكي أحدهم خاف مما يقولون، يقول: اللهم أنت أعلم نفسي مني وأنا أعلم نفسي من غيري، اللهم لا تؤاخذني مما يقولون واجعلني أحسن مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ومن علامة أحد المتقين أنك ترى له، ليس تسمع، لأن علامات يرى، أنك ترى له قوة في الدين، حزنا في لين، إيمانا في يقين، قصدا في غنى، خشوعا في عبادة، تجملا في فاقة، صبرا في شدة، طلبا في حلال، نشاطا في هدى، تحرجا عن الدمع، تراه قريبا أمله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، سهلا أمره، حريصا دينه، ميتة شهوته، كظوما غيظه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، يعفو عمن ظلم، يعطي من حرم، يصل من قضع، لا ينابز بالألقاب، لا يشمت بالمصائب، لا يضر بالجار، إن وذي عليه الصبر حتى يكون الله هو الذي ينتقمه له، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم. نسأل الله أن يرزقنا تلك الصفات وأن يظهر منا علامات المتقين. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم المختار كما صلى عليه الله في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت مولانا وأنت على كل شيء قدير. أنت الملك لا إله إلا أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك الخير كله في يديك الشر ليس إليك. تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اعدنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة نال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ونصر على الأعداء. أنت مولانا وأنت على كل شيء قدير. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. دمر ديارهم نكس أعلامهم شتت شملهم بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. ألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. أدعم الجائعين واكسر العارين، واهد قبل ذلك كله الضالين من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأت بهم إلى بيئة الرحمن واجعلهم يقيمون أوامرك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.